السلام عليكم. الكريمة اللي بنحشي بيها الحلويات زي الكنافة والجلاش، زي ما معظم محلات الحلوانية بيعملوها بطريقة الاقتصادية من غير حليب. هنعملها معاكم. عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين من المية. طبعا انا هديكم مقدار، ولو حابين تضاعفوا المقدار ده ضعفوه، انا بس هقول لكم على المقدار وعلى المكونات. كوبايتين من المية حطيت عليهم كوبايتين من معلقتين قصدي من الحليب البودر، وهقلب الحليب البودر معايا عشان ميبقاش فيه اي تكتلات. بيعملوا الكريمة من غير حليب اللي هو الحليب الجاموسي او البقري، بيعملوه بالحليب البودر بطريقة بتبقى اقتصادية جدا وموفرة، وفي نفس الوقت بتبقى طعمها جميل. هضيف عليهم معلقتين من الدقيق. حابة تستبدلي الدقيق بالنشا براحتك، بس الدقيق بيدي قوام كريمي للكريمة اللي احنا هنعملها. هناخد المكونات دي نضربها في الخلاط لو انت حابة، او ممكن تعمليها بالمضرب اليدوي علشان تفكي التكتلات اللي فيها بالشكل ده. مكونات بسيطة جدا، بس هتطلع لك كريمة طعمها جميل جدا واقتصادية جدا وموفرة، وتبقى متوفرة عندك على طول في البيت. حطي عندك حليب بودر واعملي لك كريمة في اي وقت. والحليب البودر على فكرة مش غالي. نزلت عليه بمعلقة من السكر، وكمان دي معلقة من القشطة اللي هي وش اللبن، او ممكن تستبدليها بمعلقة من السمنة علشان نزود الدسامة بتاعة الكريمة بتاعتنا. واحط كمان عليهم شوية من الفانيليا. كل ده على البارد، وهقلب على البارد. بعد كده هرفع بقى على النار، وايدي فيها افضل اقلب فيها. ممكن تزودي على فكرة السكر، وبعد ما تتقل معايا وتبقى بالشكل ده تحطيها بقى في كاسات وتسيبيها لما تبرد وتاكليها بقى احلى كريمة. لو انت مش حابة تحشي بيها الحلويات، لكن لو هتحشي بيها الحلويات يبقى نفضل نقلب فيها كده، وهديكي تكة حلوة قوي تعمليها. التكة دي انا عملتها بس للأسف ما اتصورتش، ودي اضافة مهمة. عبارة عن ربع معلقة من البيكنج باودر. بعد ما يتقل معايا بالشكل ده هحط ربع معلقة بيكنج باودر، واقلب تقليبتين واقفل عليها النار. شايفين القوام الكريم معايا عامل ازاي؟ الكريمة معايا بقت جاهزة لحشو اي حلويات انت حباها. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، واترككم في رعاية الله.